الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد المراهق اللي كان سميتو تومي رايلي، اللي لقى راسو بزز منه خاصو يرحل ويبدا حياه جديده مع باه. ساعه الزهر الخايب اللي عنده جابهم لواحد الحي اللي كان خايب بزاف، فين كانوا كاع دوك العصابات دايرين الروينه. ومن النهار الاول ديالو في المدرسه الجديده بدات واحد الرباعه ديال الباس اللي كيتبسلوا عليه. والمصيبه الكبيره هي ملي دخل القسم وعاود لقى هادوك ثلاثه النيت كانوا كيقراو معاه تما. فتومي ما كان باغي صداع، داكشي علاش ملي قالوا ليه بدل بلاصتك 3 د المرات سمع ليهم، ولكن في المره الرابعه صافي هنا تقاد ليه الصبر وبقى جالس في بلاصتو. واحد من هذوك الشبيت ما عجبوش الحال، فقربات نوض واحد القرباله، ولكن في ديك اللحظه بالضبط دخل الاستاذ وكل شيء جلس. واخا هكاك وعدوا على انهم غادي يصفوها ليه في الاستراحه. فملي خرجوا رجعوا ليه وجابوا معاهم واحد الربعه اخرى، ولكن تومي تعتق مره اخرى ملي دخلت العصابه الاخرى المنافسه ليهم اللي نوضت معهم واحد حرب الطرقان كانت ديال بصح وسط المدرسه. ولكن المشاكل ديال تومي ما كايناش غير في المدرسه. فملي رجع للدار لقى هذوك صحاب الديون اللي كانوا كيتسناو تما، والسبب في هاد الروينه كامله هو باه. فمن النهار اللي ماتت الام ديال تومي هو كيقمر حتى غرق في الديون اللي كانت كثيره. وهاد المره جوج ديال الرجال اللي كانوا هازين واحد الاسلحه وهددوا تومي بلا راه باه خاصو يخلص فلوس دغيا. فبالليل باه رجع وسول تومي على النهار الاول ديالو. فتومي كذب عليه في الاول وقال ليه كلشي داز زوين، ولكن باه عاق بيه بلا راه مخبي شي حاجه. فتومي اعترف ليه بلا راه جاو دوك الناس اللي كانوا كيتسناو كريدي، وهنايا باه تعصب وحس بالذنب حيت دمر ليه حياتهم. ووعدوا بلا راه غادي يسافروا لمدينه اخرى ويخدم خدمه زوينه باش هكا يجمع الفلوس ويبدل الوقت. فتومي باش يعاون باه ويخفف عليه دبر على واحد الخدمه كان كيخدم معاه في واحد الريستو ديال الوالدين ديال صحابه في القسم. واحد الليله هادوك الشميت اللي كانوا في المدرسه جاو للريستو بداو كيستفزوا فيه، وطبعا تومي ما قدرش يستحمل وطيحوه للارض وضحكوا عليه. هنايا دقه واحده هو يعطي واحد البنيه لجوج منهم، وقبل ما يقيس داك الثالث حتى هو يضربو تدخل واحد الشيباني اللي كان مجهول وهو يحبس هذيك المضاربه. هاد الشيباني كان سميتو جاك وهو بروموتور ديال البوكس سيري تحت الارض. جاك عجباتو هذيك المدابسه ديال تومي ورد عليه باش انه يدخل ويتضارب غير قانونيا مقابل 100 دولار، ولكن تومي حقر هذاك السعر توا معاه على 1500 دولار بزز منه، وهما يتفقوا تفارقوا. وهذا الشيء كامل كان قدام عينين دون اللي هي البنت ديال مول الريستو. في الليله الماجيه تومي مشى لذاك المقر السري، وجاك عرفوا على المدرب ديالو اللي هو نوا اللي عطاه اول نصيحه وقال ليه بلا راه هاد الحلبه راها حرب وما كاين لا عدل لا قانون وكل شيء مسموح. فتومي تما تلاقى عاوتاني بواحد صاحبه في القسم اللي كان سميتو رومانو، اللي تصدم ملي عرف بلا راه تومي غادي يلعب اول ماتش ضد واحد مسمينو بلاك ديف اللي معروف بهذيك الخدمه الموسخه اللي كان كيدير، ونصحو باش انه يرد البال من اليمنيه ديالو. فالماتش بدا وبلاك ديف بدا ديك الخدمه الموسخه ديالو، نيشان ضرب تومي بالمرفق ديالو حتى ساح ليه دمو وعطى واحد البنيه تحت الحزام زعما في المنطقه الحساسه، والحاكم كيدير عين ما شافت. ولكن ملي بلاك ديف عيا تومي استغل هذيك الفرصه وعطاه العرام ديال البنيات حتى سخفو وهو اللي صدق رابح داك الماتش، وكل شيء بقى غير مصدوم وحال فمو. الغد ليه تومي مشى باش يتلاقى مع الباترون الكبير اللي كان سميتو مستر هون باش هكا يقبض الفلوس. فهون عجبو داك الماتش وعرض عليه باش انه يخدم معاه ديما، ولكن تومي رفض وقال ليه انا بغيت غير 1500 دولار ديالي وصافي، ما باغي لا كارير لا والو. موراها تومي تلاقى مع دون اللي كانت مقلقه حيت دخلها الطريق، ولكن ملي عرفاتو بلا راه لعبه غير ماتش واحد وسالا صافي ارتاحت شويه. الساعه كلشي غادي تقلب ملي جاك طلب من تومي على انه يتلاقى معه مره اخرى. فهون صدمو وقال ليه بلا راه هادوك صحاب الكريدي اللي جاو لداركم راهم خدامين عندي، وبلا راه باك رجع كيقمر مره اخرى ودابا راه الديون تزادت ولات عنده 15000 دولار. وهون شرا كاع دوك الديون باش هكا يقج تومي ويبزز عليه بقى يلعب دوك الماتشات اللي بغا. فهنايا تومي ما عنده ما يدير، وافق بزز منه باش هكا يقدر يعتق باه. وغير هو راجع للدار شاف صاحبه في القسم اللي سميتو لينكولن محاصره واحد العصابه. فهنايا تومي دخل باش انه يعاونوه وهربوا كاملين. تما لينكولن عاود ليه بلا راه واخا هكاك صغير راه مزوج عنده دري حتى هو بيبي صغير، وهذا الشيء كامل دايرو باش يدخل الحلبة السريه غير على قبل الفلوس ديال المصروف. تومي مشى يتفرج في الماتش ديال لينكولن ويشوف بلا راه واخا كان ضد واحد اللي غليظ وكبير عليه على انه يقلب عليه الماتش ويربح. فتومي ما بقاش قادر يستحمل هذا الغموض ديال هورن ومشى عند المدرب ديالو نوا وسولو على التاريخ ديال هذا الباترون.
فنوا قال ليه بلا هورن كان بطل عالم في الوزن الثقيل وما عمره خسر شي ماتش باستثناء واحد، ومن بعد رجع هو ينتقم داك الملاكم وتسبب ليه في إعاقة دائمة. ولكن هورن براسو تقاعد من بعد بسبب واحد الإصابة خايبة في رجلو، ولا بروموتور كيدخل الملايين بلا ما يحتاج يجرح. وفي هاد الايام دون جات عند تومي وهي مخلوعه بزاف حيت ما بقاش كيبان ليها في المدرسه، وتومي عاود ليها على المشاكل اللي عند با وبالله راه خاصو يلعب 4 الماتشات اخرين وديك الساعه يزكى. فدون هنايا تفاهمات الوضع وبداو كيتصاحبوا من بعضياتهم. ولكن الفاجعه غادا توقع في واحد الماتش ديال رومانو، كان مسيطر على الماتش ضد واحد سميتو شورت كات. ولكن في الجوله 5 هاد شماتة شورت كات دار واحد البرودوي مجهول في هادوك الليغات ديالو وهو يزير على رومانو حتى خلاه كيستنشق داك العجب اللي كان داير. عينين رومانو تضببو ما بقى شايف والو. فشوركات بدا كيسلخ فيه بلا حتى شي رحمه، حتى تومي ما بقى قادر يشوف هادشي كامل اللي طريق قدامه، وناض هو يضرب في داك الجرس براسو باش هكا يحبس الماتش. ولكن رومانو كان ديجا مسكين سخف وما يداو للسبيطار وكان فاقد الوعي ديالو. تومي هنايا صونا ليه با في التليفون وبدا كيهضر بروده بحال ما واقع والو، وقال ليه بلا راه غادي يتعطل واحد شويه حيت عنده شي غرض. والغد ليه تومي مشى للسبيطار عند رومانو والاطباء قالوا ليه بلا راه السيد مات سريريا. فتومي هنايا صافي شعلات فيه العافيه ديال الانتقام، خاصو ينتقم لصاحبه. وجاتو واحد الفرصه ملي تلاقى مع شورتكات براسو في الحلبه، فشورتكات حاول يدير نفس القالب ديال هذاك البرودوي المجهول لتومي، ولكن تومي كان عايق به. فبدا هو كيلعب معاه واحد اللعب مسخ، عطاه واحد البنيه تحت الحزام تغوت بحر جهدو، نزل عليه بواحد السلسله ديال البنيات اللي كانوا قاصحين حتى سقفوه، وهكا قدر يربح عليه في الجوله الاولى وهو ينتقم لصاحبه. ولكن هورن كان مقبع واحد القالب اخر لينكولن اللي هو صاحب تومي الاخر، طاح في دوك التدريبات حيت كان واكل واحد الدقه خايبه في راسو السيمانه الفايته. والاطباء قالوا ليه بلا راه خاصك ترتاح على الاقل 61 يوم والا غادي تصاب اعاقه دائمه في الدماغ. ولكن هورن ما كيرحمش نهائيا، دار واحد البلان باش هكا يلاقي تومي ضد لينكولن في واحد الماتش اللي كان كبير. فتومي هنا يتعصب ومشى عند هورن وقال ليه راه ما يمكنش تضارب انا مع صاحبي، هو في هاد الحاله خايبه. ولكن لينكولن حتى هو كان بزز عليه لانه يلعب، حيت هورن وعدوه بالله راه غادي يردو ملاكم محترف الا فاز. وقال تومي راه ما عندي ما ندير صاحبي، هذه هي الورقه الاخرى عندي. فاش الماتش الكبير اللي كان بين تومي ولينكولن، والقاعه كانت عامره بعباد الله ودون حتى هي كانت في الحضور وكانت مخلوعه. الماتش بدا ولينكولن كيهجم بالجهد، كين تومي كان غير واقف وبارد ما بغى يدير حتى شي حاجه، ما بغاش يضرب صاحبه لدرجه لينكولن طيحوه. تومي ما كانش باغي يدير شي حاجه وهذا الشيء عصب لينكولن بزاف. هون ما غاديش يخلصهم الا كان الماتش باسل وما فيش لاكشن. وفي الاستراحه ديال الجوله الثانيه هون قبض دون وهدد تومي نيشان وقال ليه الا ما لعبتيش ديريكت ما كنتي كدير في الماتشات الاخرين غادي ناخذ دون وغادي ندير فيها ما بغيت. فهنايا تومي تزير وعطى واحد بنيه للينكولن وحاول على انه يقنع وسط الماتش وقال لي شوف راه هاد الشماته ديال هورن باغينا نقتلوا بعضياتنا غير باش يعمر جيبو هو. ولكن لينكولن في الاول عطاه واحد البنيه للراس، ولكن من بعد عاد استوعب الهضره ديال تومي وقال لي هادشي ماشي هو هذاك، ما يمكنش لينا نتضاربوا وهما يحبسوا الماتش وبلوكاو الخدمه. فالجمهور وهورن صافي تعصبوا ديال بصح. هورن هنا نزل الحلبه وقال لينكولن باش انه يكمل الماتش، وملي لينكولن نفض وقال لي انا ما بقيتش خدام عندك، هورن هنايا غفلو وعطى واحد بنيه للراس وهو يطيحو برا ديال الحلبه. وهنايا تومي ما بقاش شايف والو وعاقب على هورن فايت القياس وخاصو العصا. فتومي دخل الحلبه وتحدى هورن نيشان في المضاربه، الا فاز تومي الديون اللي عند باه كامل غادي تمسح، اما الا فاز هورن تومي غادي يخدم عنده حياته كامله. فهورن هنا وافق ولكن دار واحد الشرط، المضاربه غادي تكون بلا هادوك الليكات. هورن بسبب التاريخ ديالو القديم بدا كيحتقر في تومي وكيقمع فيه في الجولات الاولى، ولكن هاد التكبر هو اللي غادي يخرج عليه. هنا تومي واخا صغير كان متطور وخلى هورن يضربوا لراسو بالعاني حتى تهرس لهورن واحد الصبع في يديه. موراها بدا كيخرج في هورن على طوعو حيت عارفوا بلا راه الاعصاب هو النقطه ديال الضعف ديالو. وفي لحظه حاسمه تومي دار واحد القالب بحال الا يدو اليمنيه تهرسات، فهورن هنا ترخى وعاقب اللي الماتش صافي تسالى
وفي ديك الدقيقه تومي دار واحد الدوره سريعه وعطى واحد البنيه ديال مطرقه اللوجه وتبعها ب 13 بنيه متسلسلين في دقه واحده حتى طيحوا للارض كاو وغبر ليه الشو ديالو كامل. وهكا هاد الفوز الاسطوري تومي وباه تعتقوا من الديون للابد. والفيلم كيسالي مع تومي هو كيحتفل بالفوز مع صاحبه لينكولن وعشيرته دون. يعجبكم هذا الملخص والمضاربه الاسطوريه ديال تومي؟ ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ديال سين الدارجه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديال الافلام ديال الاكشن. عليكم بزاف وتبقاو على خير. باي باي.